اهلا وسهلا جون. اهلا وسهلا جون، كيفكم؟ الحمد لله تمام. الاغنيه الجديده مش عم لاقي حروف، صح. ليه اخترتوا هالمناسبه بالذات تتطلقوها؟ لانه هيدي المناسبه هيدي مناسبه اكثر مناسبه، هي مناسبه حب العالم. نعم. وهي كل واحد كل حدا بحس هالمناسبه بيعيد العشاق، سو عملنا غنيه تكون فيها احساس، يكون كلماتها قراب من بعض، تكون غنوجه، تكون شيء حلو، فكرمال كل اثنين بيحبوا بعض يسمعوها ويحسوا فيها. حلو. نعم. جورج، هالاغنيه من كلماتك والحانك. نعم. قديش هيك بيكون في تناغم وقت تكون عم تشتغل انت وخيك، وبرايك هالشيء يعني بيخلي يكون العمل انجح؟ هلا اكيد لما يكون في عاطفه موجوده بتحس انه بدك تعطي مش بس كلام ولحن، بتحس بدك تعطي قلبك، وبتصيري خايفه، مسؤوليه كبيره، لانه وجون صوت ما شاء الله كبير اكيد. وهو بضيف للحن، يعني بتعطيه لحن بيطلع جميل اكثر بصوته. دخل شيء بالكلمات قال لك لا هون مثلا بدي هيك، هون بدي هيك، ولا لا؟ بالكلمات لا، هو تدخل باللحن شوي. باللحن دخل باللحن، عمل بيمول باللحن، يعني كان لحن نهاوند سي جالس يعني ستريت، هو عمل بيمولات فيه. هذا اول مره هيك تتدخل بلحن ولا لا من قبل؟ هو عادة أنا الألحان يعني بس أسمع شيء بضيف نغمتي له. اوكي. فبس هيدا اللحن حبيت كم شغلة أغيرهم فيه، إنه هون بدي هيك، هون بدي هيك، ليطلع جون موجود، لتحس فيها أكثر. مزبوط. اوكي، بتسمعنا الاغنيه؟ إيه أكيد. يلا. مش عم لاقي حروف لجمالك تنقال، كل ما عيونك شوف بيسحرني الجمال. مش عم لاقي حروف لجمالك تنقال، كل ما عيونك شوف بيسحرني الجمال. فجأة بيجن جناني بيوعى في حناني، بياخدني العالم تاني، خيالي بخيال. فجأة بيجن جناني بيوعى في حناني، بياخدني العالم تاني، خيالي بخيال. كثير حلو. كثير حلو. عن جد حلوه الاغنيه. ناويين شي تصوروها فيديو كليب ولا تاخر؟ عم نحكي حتى نصور كليب. عم تحكوا؟ ايه. مع مين؟ اعطيت الغنية لكذا مخرج ولنشوف ما هو انتاج خاص طبعا، بدك تشوفي اول شيء كيف بدك تعملي هذا الانتاج بطريقه انه تكون حلوه وتكلفه عاليه، على قد ما انت يعني قادره يعني. نعم. طبعا ما هو الفنانين ما في حدا يدعمهم بلبنان. بلبنان بس. يعني انتاجيا بدهم يعتمدوا على حالهم. أكيد. وناطرين يمكن في عندكم ستوري بورد معينه هلا للاغنيه؟ الغنية جديدة لها 3 أيام خالصة. حكيت مع مخرجين وحنعطي بنقعد نعمل ميتينجز حتى نشوف ستوري بورد. نعم. والحلقة مناسبة لجون. ما عندكم بعد شي حدا بالعائله مخرج مثلا كان؟ مبلا هلا كان البابا والماما ان شاء الله بيوصوا على حدا بيجي مخرج، بس ما بنستفيد منه. لا قد ايه حلو يعني يكون في نجمين بقلب البيت، واعمالكم دائما بتتكامل مع بعضها. كيف بيكون التعاطي معكم؟ قد ايه هيك فخورين اهلكم؟ فخورين اكيد. يا هلا وسهلا في بيتنا جون وجورج. هلا بالله، اخبارك تمام؟ يعطيك العافيه. انا بس سمعت الصوت الحلو هيك جيت ركض. احنا جايين على البيت. خصوصا انه سمعت في ازمه انتاج على طول جيت. زيد على طول. وين الكونترا حامله؟ جايب معنا على جايب طول. الكونترا. شو اخبارك؟ ماشي الحلقه، انت شو الاخبار؟ تمام. شو من رمضان؟ ايه من رمضان. صحيح. من على طول. لا مش فترة. بلا فتره شي فيكم. 5 حنفوت برمضان ثاني من سنه. هلا أنا ما بشتغل، أنا على طول بحضر وبشوفه. حبيبي اهلا وسهلا فيكم. وين وصلتوا شباب وصبايا؟ عم نحكي قديش الاهل بيكونوا فخورين فيهم انه اثنين نجمين. وقد ايه بيكونوا محط انظار خليني بالعائله. جاوبك على كيف بنتفاهم. هيدي دقيقة كثير المرحلة. يعني كل واحد عنده مود وكل واحد عنده جو. ايه. لما تفوتي على جو الثاني دغري في بيكون اول شيء بيكون في صدمه، لا هذا جو، يعني هيدا ستيلي. نعم. بتاخذ وقت القصه لانه الموسيقى بتقنعك، الموسيقى مش الكلام يعني. لما تقتنع اللحن يعني. لما تقتنع بالشيء بيصير في تفاهم.
بس قبل هذا التفاهم في بس مؤقتة. هو الصغير لازم يسمع الكلمه. هو بالنسبه لنا الكبير ونحن صغار. نحن لازم نسمع الكلمه. طيب كيف توصلوا للاتفاق؟ حدا بيشد الثاني بيرخي، صرتوا بتفهموا على بعض وصلتوا لمرحله خلاص؟ حدا بيرخي. حدا بيرخي. الصغيرة بيرخي. لا حبيت كثير، بس بتشوفوا بعض بستيل غير الموجود فيه؟ مثلا بتشوف جون بشي ثاني كومبليتلي؟ شوف جون صوت بيأدي كل الانواع يعني كل الالوان، بس هذا اللي عم بيغنيه هلا لانه اللحن مثل ما انعمل له يعني. حتى هو انا قلت له اذا عجبك شيء باللحن بدك تعمل شيء ديتاي زياده زيد، انت حط روحك فيه. صح. مشان هيك بتحس انه جون عم بيغني يعني. فصل لك. ايه اعمال ثانيه بتكون موجوده عند الملحن بيسمعك وبيقنعك فيها بتاخذها، بتتفاجئ بعد شوي انه لا انا ما كان لازم اعمل هيدي ستيب، كان لازم اخذ شويه وقت. بس كل لما شيء مع الواحد الوقت يتفصل شيء له بيكون دائما على طول. طيب هو هلا حكى كثير عنك، انت شو بتحكي عنه؟ انا بحكي عنه انه هو دعم كثير كبير دائما هيك لإلي. بتقوي عليه هيك وبتمشي كلمتك عليه. من اول ما نبلش تغني وهو داعمني على أكيد. طول، هو وراي على طول بتعذب كرمالي. هلا اكيد لما يكون في مشاكل وهيك بتنسى ودغري بتشارع بتنسى وهيك. منيح. بس اجباري. بس لما تفيق على وضعك بتلاحظ انه في حدا حدك، يعني لو منه موجود انه كانت الحياه اكيد اصعب بكثير. فور شور. بتحس احسن انك تشتغل مع خيك احسن ما تشتغل مع حدا تاني بيفهمك اكثر؟ بيفهمني خيي ببعض المطارح، واذا في محل فهمني شوي بكفي انا هو يعني سلاح ذو حدين يعني، لانه لو بتشتغل مع واحد غريب مزبوط. تقول له يلا باي لا، باي، بدل من- بس إيه. اذا اختلفت مع خيك ما فيك تقول له ما باي. في باي بس يجي ساعتين بعض. غريب وبترجع. اوقات ما بيخاف عليك قد القريب، صح. لانه القريب صح. عم بتقول له شيء يعني هو خايف عليك، يعني مش بده يبيعك، صح. يعني بده يعطيك شيء حتى تبين فيه من كل قلبه عرفتي، أكيد. من قلبه وخايف عليك، يعني لما يناقشك بشيء بكون عتلان همك يعني صح. بده كرمالك. مصلحتك. صح مزبوط. نحكي عن تجربة ستار أكاديمي. خبرنا عن مشتاق ل شو استفدت، وحضرتك وصلت أيضا للنهائيات كمان. خبرنا عن هالتجربة هلا اشتياق. وكيف جورج كان واقف حدك ولا ما وقف حدك بستار ولا أكاديمي واقف. كمان؟ لا على طول موجود جورج. انا اللي كنت حد خاصة بالتصويت. ضرب بيته المعتر. هو قال انا اللي كنت حدك. انا حدك. كانت مسابقة كثير حلوة. نعم. اشتقت لها الاكاديمي وشفتها هيدي السنة، رجعت حليت ضيف على ستار اكاديمي 10، غنيت اغنية للجيش. وفتت زرتهم بالاكاديمي وكثير مهضومين هيدي السنة رجعت كمان. عشت الذكريات يلي كانت من قبل. بتحسي ما انهم مشتركين، بتحسي باخواتي هودي بغير سيزون بيجي زورهم. حسيت في شوي في زاويه فاضيه، في محل انا كنت قاعد فيه فاضي. كثير اشياء وانا جاي هون. كلفته كثير على فكره، هيدا اللي طلع كلفته دقنه، راح تدقني. وهو جام من نوع ما هي بحب أغلى يشيل شيء دقنه، عندي. فكان عامل ستريس. غيرت اللوك ضحى معلش. هذاك اليوم. طب مين من الاصوات اللي حبيتها هالسنه؟ اللي تبعت هلا في هودي السنين الستار اكاديمي الاخيرين كان في اصوات كثير حلوه، يعني سيزون 7 و8 و9 وديس كان في اصوات حلوه. حبيت اللي ربح محمد شاهين، صوته بيعقد. في شخصيته عندك بيقولوا كتير حلوة كمان مزبوط. لمحمد. مهضوم وعفوي. في مينا كمان صوته كثير حلو. صح. في ايليا، في ليا بالغالب ليا، كثير حلو. في كنزه كمان ضافت شيء حلو كمان. أكيد كنزه كنزة. كنزة، حقيقة إيه. طبعاً. في ابتسام، في عبد السلام، يعني كلهم سميهم كلهم خلص. كل ستار أكاديمي. بيزعلوا. المرحلة انت من بعد ستار اكاديمي كيف لقيتها هلا؟ هي مرحلة كثير صعبة؟ صعبة. ايه مرحلة صعبة، بدها شغل، بدها تعب، على الواحد يتعب على حاله ليوصل. انه مش دغري انا طلعت من هون مشهور وعندي جمهور خلص انه بدي ارخي حالي، لا هون الشغل. المسؤولية مزبوط. بتبلش أكيد. طيب شو بدكم تسمعونا هلا؟ انا ولا هو؟ ما بدي. غني انت. غني انا؟ يلا ما بتغنوا مع بتحب تسمع بعض ولا عليه؟ مرة غنيتوا مع هلا بس بعض؟ غني انا بفوت معه. اوكي. أوكي. شو بتحب تسمع؟ بدك بدك شيء من إيه؟ اغنية، شيء من عند حدا؟ الا على راحتك. بالبدايه خلينا شيء من اغانيك، يلا. تعمل اشياء حلوه. بقت الايامك احسن. اشتقت لايامك. يلا مدير حتى على الاستوديو. كم ليلة ويوم قلبي ندالك، كان نفسي اطمن على حالك، وغلبني الشوق وصاحبته وانا
مش عايز غير بس سؤالك. ما سألتش عني كتير ونسيت، والقمر اللي انا يا ما شكيت. امتى هترجع امتى يا نساي، والله هتفضل كده عني بعيد. يا حبيبي لا انساك استحالة، والروح في ايديك. انت فين تعالى دي الايام محالة تحلى غير بيك. ارجع تاني ليا وانا هاخدك يا حبيبي في حضني، واصلحك وراضيك. انا والله اشتقت الايام، انا مش ناوي ترجع في كلامك. لسك زعلان من قلبي، وانا ما اقدرش يا حبيبي على خسارة. برافو برافو. انا نطيت. يلا ستاند باي، يلا تفضل. جا خبرنا كيفك انت والمعجبين والمعجبات، وبتحس انه يمكن من بعد ما بعدت شوي ورا ستار اكاديمي العالم بطلوا مثل قبل ولا زادوا وخفوا؟ هلا انا والمعجبين هلا بالويلات، لانه مش عم برد عليهم، كنت مشغول زعلانين. زعلانين كثير. حتى كانوا عم يفتحوا معي جروب الفانز اللي كثير مقربين مني مثل عائلتي، فاتحين جروب معي على الواتساب، ما كنت عم بقدر رد على ضغط الشغل. هلا فرصه لتقول لهم انه سوري كنت مشغول. هيدي سوري، بعتذر منهم كلهم لانه ما عم بقدر كنت عم رد. نحضر لهم غنيه. عم نحضر لهم غنيه. والله؟ ايه هيدي الغنيه بتاخذ وقت. طبعا تاخذ شغل طبعا. اوكي. وهيدي السنه لاحظت انه الفانز عم بيزيدوا. بيزيدوا. ايه الفانز عم بيزيدوا بكميه اكثر، والسوشيال ميديا عم بتصير اقوى واقوى كل سنه. نعم. جون، شو عندك مشاريع هلا غير الغنية اللي عم تحضر لها؟ هلا الأغنية، الفيديو كليب؟ اغنيه فيديو كليب، في عندي غنيه انسانيه لاطفال السرطان بدي اشتغل عليها اكيد. وفي عندي بالصيفيه اغنيه للجيش بمناسبه 1 اب بيكون عيد الجيش. حفلات في شيء؟ حفلات في عم نحضر كذا شغله، ما بنقدر نفصح عنهم هلا للصيف اذا الله راد. مزبوط. والأغنية اللي عم تحضر لها كمان باللهجة اللبنانية أو هي اللي عم تحضر لها هلا؟ ايه اثنيناتهم باللهجه اللبنانيه. نعم. حلو كثير. جورج، ممكن تتعامل مع حدا تاني غير جون؟ ممكن في افكار وسمعت حدا وان شاء الله خير. من ستار اكاديمي؟ لا، سمعت حدا من نجوم، وبتعرف أوكي. النجوم بتغنشوا شوي بالاول. ايوه. فانا اخذهم على قد غنجهم. بس تروح اغنيه واحده بتصير هم بتصير انت بتتغنش. على العموم نورتونا لليوم. ثانك يو لوجودكم معنا. اكيد بدنا نطلب منكم تختموا لنا بشيء، اذا جون حاب تقدم لنا شيء هيك نختم فيه، ونشكركم لوجودكم معنا. ميرسي. واني تايم اهلا وسهلا فيكم. لازم نغني للجزائر. ايوه كان لازم نغني لليبيا كمان بس ما في وقت. انا بسمع. يلا. من صغر سوفري كبر نابوليتانو، يقره ما يقاري خلي العديان يبانو. لحقوني لداري خويا دا الغاشي مالو، دنيا قررتني خلي العديان يقولوا. عايش في ألجي وهران ولا ميلانو، نرسكي ونفوتجي العقلية الباتشينو. وفابيني يا بلال فابيني، فابيني اصحاب الهدرة خاطيني، فابيني ويا خوتي فابيني، فابيني وباغي نعيش وحداني. اكيد تحية للجزائر واهل ليبيا والخليج وكل الفانز. ميرسي لكم. ثانك يو. ميرسي لوجودكم معنا لجان وجورج، وتحياتنا لكل اللي عم بيتابعوهم ولا محبينهم اللي كتار موجودين على السوشيال ميديا رايت ناو. رايحين على فاصل، من بعده راجعين. لا زال لدينا نجمة لعمل مسرحي جديد